سيجار وبورنوس وحفلة خاصة، هو ايه اللي أحمد سعد بيعمله ده؟ تعالى وأنا أقولك. للأسبوع التاني على التوالي بيتصدر المطرب أحمد سعد مواقع التواصل الاجتماعي وكمان ترند جوجل، فمن ساعات قليلة طرح المطرب أحمد سعد مع شقيقه الفنان عمرو سعد كليب جديد بعنوان الكيميا راكبة. ولكن الكليب كان مختلف شوية، على الرغم من هو كانت روحه مرحة وبيليق لجو الصيف، لكن كان فيه ظهور غريب لأحمد سعد لأنه ظهر بالبورنوس. وكتير من الجمهور علقوا على ظهوره ده، وخاصة إن الكليب ما كانش مستدعي إنه يظهر قدامهم بالشكل ده. وطبعا ده خلى أحمد سعد يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في لحظات، وكمان الفيديو تصدر ترند يوتيوب وحقق رقم 1 مشاهدات عليه. وما عداش ساعات قليلة وظهر أحمد سعد في فيديو جديد في حفلة خاصة في لبنان، وكان بيحتفل بعيد ميلاد المطربة نيكول سابا. لكن الغريب إن أحمد سعد ظهر وفي إيده سيجار وهو بيغني، وده على أنغام أغنيته الشهيرة وسع وسع. وطبعا أحمد سعد رد على الانتقادات دي وقال أنا متعود عليها، أنا خلاص اتعودت أتشتم 3 مرات في الأسبوع زي المضاد الحيوي. انتوا ايه رأيكم في اللي عمله أحمد سعد؟